الاختين دول ملهمش الا بعض. بعد ما والدهم ووالدتهم اتوفوا، الاخت الكبيره اشتغلت وتعبت علشان تربي اختها وتكبرها وتدخلها الجامعه وتجوزها كمان. بعد ما اتجوزت، جوزها قرر ان ياخدها ويعيشوا في المدينه. فهنا راحت لاختها الشغل علشان تسلم عليها وتودعها. فقالت لها خلاص قررت تمشي. فردت عليها اختها الصغيره وقالت لها هعمل ايه، شغلي وشغل جوزي هناك. على العموم انا كنت جايه عشان اسلم عليكي واديلك المبلغ ده، خليهم معاكي لربما تحتاجي حاجه. قالت لها لا يا حبيبتي انا مش محتاجه حاجه. قالت لها علشان خاطري ما تكسفنيش، انت اللي كبرتيني وعلمتيني وصرفت عليا، دي حاجه بسيطه. فاخدتهم منها ومشيت اختها. وبعد 3 شهور الاخت الكبيره راحت البيت عند اختها الصغيره. جوزها فتح الباب اتفاجئ بيها. فقالت له انا كنت هنا في المدينه ببيع شويه خضار، فقلت اعدي عليكم واجيب لكم شويه البيض الطازه دول. فاختها اول ما شافتها فرحت جدا. قالت لها معقوله؟ طيب ما قلتيش ليه انك جايه؟ قالت لها معلش عشان بس مستعجله وعاوزه امشي. هو انا كان ليا طلب عندك؟ قالت لها خير. قالت لها انا كنت محتاجه منك 200 ألف يوان. فاختها قالت لها طبعا، حالا احول لك الفلوس، وما تشيليش هم، لو احتجتي اي حاجه تعالي واطلبي مني. وبعد 3 أيام بالظبط اتفاجئوا بالأخت الكبيرة جاية لهم تاني وقاعدة مستنياهم تحت البيت. قالت لأختها أنا محتاجة منك 400 ألف يوان علشان بجدد البيت بتاعنا. فأختها ردت عليها وقالت لها طبعا من عينيا، حالا أحول لك الفلوس. وفعلا حولت لها الفلوس ومشيت. وبعد 6 شهور كانوا قاعدين في المكتب، حصلت لهم كارثة. شريكهم في المكتب بتاعهم سرق كل الفلوس وهرب وسابهم من غير ولا حاجة، والشركة ما فيهاش فلوس. كانوا مش عارفين يتصرفوا ازاي ولا يعملوا ايه. نفس الوقت جوزها كان بيتصل بكل الناس اللي يعرفهم، كل الناس رفضت تساعده. قالت له ما تشيلش الهم، احنا هنبيع البيت وندفع مرتبات الموظفين ونرجع بلدنا، وهناك نبدأ من اول وجديد. في اللحظة دي اختها دخلت عليهم المكتب. اول ما دخلت قالت لاختها معقول كل الناس تعرف بالازمة اللي انت بتمر بيها الا انا؟ قامت مديها فيزا كارد وقالت لها دول فيهم 1,200,000، خدي الفلوس دي وحل المشكله اللي عندك. قالوا لها جبت الفلوس دي منين؟ قالت لهم الفلوس اللي كنت باخدها منكم كنت بشيلها لكم، وبالباقي بشغله وبيكسب فلوس، يعني دي فلوسكم مش فلوسي. انا من زمان اتعودت اعمل كده معاكي من وانت صغيره علشان لما تحتاجي حاجه تلاقيها. اختك الكبيره لسه موجوده وهفضل طول عمري في ظهرك، واحنا عيله واحده ونعمل اخوات. الاخت دي جدعة جدا، واحسن حاجة عملتها انها دايما بتعمل حساب للزمن. يا ترى في اخوات زي الاخت دي في الزمن بتاعنا ده؟ منتظرة ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.